غالبا كده انت عندك مشاكل مع اهلك. مين فينا ما عندوش مشاكل مع اهله؟ في، بس نادر جدا. والاهل دول فعلا هم اللي مروا بمشاكل. بس الفرق بقى ما بين اللي بيعرف يتعامل معاها واللي ما بيعرفش. مفيش حد من اهلنا وحش فعلا، مفيش حد من اهلنا بيكره لنا الخير، بس هي الفكرة في طريقة تعبيرهم. انت المفروض اصلا في حياتك عامة، سواء في حياتك الدراسية، في الشغل، في حياتك العاطفية، لازم تكون متفهم. انت فاهم اللي قدامك بيفكر في ايه علشان تعرف ترد عليه ولا لا. ممكن وجهة نظرهم الغلط دي تطلع بشكل تحكم او مقارنة، واللي هو شايف ابن خالتك اللي جايب 99.9 انت ازاي تجيب 98؟ انت ايه الفرق ما بينك وما بينه؟ المقارنة دي فعلا انا عارف ان هي مستفزة، وعارف ان هي حرفيا. طب انا ده احسن حاجة عندي، او اللي هو مثلا انا عندي خطة فعلا توصلني للي انا عايز اوصل له باذن الله. بس هنا انتوا مفيش لغة حوار ما بينكم. انت بقى لازم انت تخلق ما بينكم لغة حوار عشان تعرف تتناقش. وانت فعلا هتبدأ تفهمهم امتى؟ لما تبدأ انت تكون أسرة. لو انت جيت تخطب مثلا، هتشوف اللي قدامك ممكن يخرج عليك عند او تحكم، فانت هتبدأ بقى تتشكل عليه وتفهم هو بيفكر في ايه. او لما تيجي برضو تخلف وتجيب عيال، انت برضو هتفكر هو، طب هو انا المفروض اتعامل معاه ازاي، ولا هو بيعاملني ازاي. ساعتها بقى انت هتكون متفهم اكتر معاه. عامة انا اختصرتهم في 5 نقط. فاول نقطة هي ان انت تبني ما بينك وما بينهم حاجز ثقة. حاجز خفيف، حتى مش لازم انت تحكي لهم كل حاجة. لو انت ما بتحكي لهمش حاجة خالص، بس احكي لهم وخليك صريح. اياك تكذب او تحور في نقط معينة. وتاني حاجة ان انت فعلا مش لازم تفوز بالنقاش. انت بص، سلامك النفسي اصلا اهم من ان انت تطلع من النقاش كسبان وانت خسران نفسيتك، او خارج متعصب ومتنرفز وفي نفس الوقت برضه مكفر اللي قدامك في عيشته. فانت لا، انت لازم تطلع عندك سلام نفسي، في نفس الوقت ما تكونش مستفز. لازم يكون عندك بر ناحيتهم هم بالذات، عشان هم في الاول في الاخر اهلنا. اختار وقت صح للكلام، ما تختارش وقت غير مناسب للكلام وتقول هم مش فاهميني ليه، او مش عايزين يسمعوني ليه، ولا مشغولين ليه. رابع حاجة هي ان انت تقول لهم الحدود النفسية اللي انت فعلا مش قادر عليها. يعني مثلا تقول لهم انا بجد، يعني انا بصراحة بتضايق من لما انتوا تقارنوني بحد تاني، دي حاجة ممكن تهز من نفسيتي. فانتوا لو بجد بتحبوني يا ريت ما تقارنونيش بحد تاني كتير، وانا هسمع كلامكم بعد كده وهعمل اللي انتوا عايزينه. خامس حاجة، وانت مش لازم تعرف النقط بالترتيب عادي، بس افهم هم جايين منين. حللهم يعني. زي ما انت ممكن تكون شخصية محللة وبتحلل الناس اللي ماشية في الشارع، او الناس بتتعامل معاها في الشغل والدراسة، حلل اهلك. افهم هم جايين منين، البيئة اللي هم جايين منها، الناس اللي اتعاملوا معاها. هتلاقي ان فعلا لو هم بيتعاملوا معاك بطريقة صعبة، فهم جايين من بيئة فعلا صعبة. او لو جايين من بيئة سهلة، فهتلاقي ان الدنيا معاهم متفاهمين معاك، او كانوا فعلا برضه في بيئة صعبة فقرروا يخلوا البيئة اللي هم عايشين فيها سهلة. يعني الجملة دي تنطبق كتير: زمن السهل يجعل الرجال ضعفاء، الرجال الضعفاء يجعلون الزمن صعبا. عامة، ختاما لكلامنا، علاقتنا مع أهلنا ما فيهاش صح وغلط 100%. بس المهم يفضل ما بينكم الود والمحبة، علشان فعلا تطلعوا كسبانين دنيا وآخرة. وبس. لو في أي حاجة محتاجين تتكلموا فيها، الدي ام عندي على الانستا أو الكومنتات تحت. اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في الفيديوهات الجاية.